السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. الاول مرة يشوف القناة يعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو. تعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه النهاردة. هنعمل العيش البلدي بتاعنا الفلاحي الناشف. هتجيب بقى اي كمية دقيق انت هتعمليها. هضيف لها بقى شوية من الملح، وانا كنت هنا حاطة شوية من الخميرة على شوية مية دافية على شوية سكر. وطبعا عشان الجو برد وكده اي مية انا بستعملها دلوقتي في العجين بتكون دافية، بتكوني مدفيها شوية كده علشان الجو ساقع وكده. اما انا في الصيف بقى بنستعمل مية من الحنفية عادية. هبدأ بقى ان انا اقلب الدقيق بقى مع المية، وهنزل بقى بالمية واحدة واحدة علشان ايه منزلش بالمية كلها مرة واحدة كده، علشان بقى ايه ممكن العجين يطرى مني واحتاج ان انا احط دقيق تاني. طبعا انا هنا طبعا محتاجة مية تاني، لسه معايا دقيق تاني اهوت. هنزل برضو واحدة واحدة كده، وهبدأ ان انا اقلب كده في بعضه. وهو العيش الفلاحي بتاعنا العيش دوت ما بيلحقش البلدي، ما بيحتاجش الى لبن ولا اي حاجة. هو مية وملح وخميرة بس، وشوية من السكر عشان الخميرة. هبدأ ان انا اضيف مية كده وهتوي كل الدقيق دوت لحد ما يبقاش معايا دقيق خالص. هنا خلاص ما بقاش غير معايا شوية دقيق صغيرين في تحت في ارضية البلاستيك اهوت. هضيف لهم شوية من المية كده لحد برضو ايه ما كل الدقيق ده يختفي. لا بحتاج بقى لا زيت ولا سمنة ولا كلام من دوت. وطبعا في الشتاء العجينة بتاعتي ما تكونش طبعا يعني ايه، طري يعني ناشفة قوي، ما تكونش لابسة خالص كده. لازم تخليها ايه في الوسط كده، لا طرية ولا ناشفة، في الوسط. هو طبيعي كده كده العجين بيشد شوية في الشتاء. اما انا في الصيف بقى ايه بتعوزي تخليه ماسك شوية علشان ايه، ما يسيبش معاكي، لان الصيف الجو في الصيف غير الشتاء طبعا. هبدأ برضو ان انا ابل ايدي شوية مية، وابدأ بقى ان انا الته كده. لازم تخدمي بقى العجينة بتاعتك كويس كده في اللت علشان تديكي نتيجة كويسة. هجيب بقى من تحت لفوق كده لحد ايدي ما تبدأ تنضف كده من عجين خالص كده، يعتبر العجينة خلاص كده تمام كده معايا، لحد ما ايدك بقى تكون نظيفة خالص كده زي ما انتوا شايفين، وملمس العجينة بقى يكون معاكي كده في الوسط. هبدأ بقى ان انا الم العجينة بتاعتي كده واسيبها بقى لمدة نص ساعة كده لحد ما تختمر. وهغطيها بقى بأي حتة قماشة عندي كده، واسيبها بقى لمدة نص ساعة. وبعد كده بقى نشوف هنعمل ايه. هنا هو بعد نص ساعة كده كده العجينة اتخمرت معايا خالص اهي. هبدأ بقى ان انا اكورها بقى لقطع بقى صغيرة كده، اي حجم بقى اللي انت عايزاه. هنا انا بقى جبت اللوح بتاعي ايا كان اللي انت هتقطع عليه. هفرش بقى شوية من الدقيق كده زي ما تحبي، ممكن لو انت حابة تفرشيه من الردة زي ما تحبي. هفرش الارضية بتاعته كده من الدقيق، وهبدأ بقى ان انا اقطعه بقى للقطع دي. برضو دي حاجة ترجعي لك علشان يعني حجم الفرن بتاعك. يعني مثلا لو انت عندك فرن كبير وكده هتعملي كبير، لو انت الفرن بتاعك صغير هتعملي حجم صغير علشان ايه ما يعذبكيش في الخبز وكده. هكمل بقى كل الكمية اللي معايا ديت، وبعد كده بقى نشوف هنعمل ايه.
هنا بقى خلاص انا كنت خلصت الكميه اللي معايا دي كلها اهيت. هغطيه بقى واسيبه ايه لحد ما تحمل الفرن بتاعك كده وتظبطي الدنيا. هيكون ارتفع برضو معاكي، تسيبيه لمده ربع ساعه كده ولا حاجه. احنا طبعا هنا بقى في الفرن البلدي ما بنعمل الحاجات دي طبعا في الفرن البلدي. انت اللي بقى ايا كان الخبيز بتاعك هيكون فيه، انت سيبيه بقى لمده ربع ساعه كده لحد ايه ما يرتفع معاكي. وطبعا الفرن البلدي في الحاجات دي مش محتاج الكلام عنه. الاكل طبعا فيه بيبقى ليه طعم تاني خالص. طبعا بقى كنت محميه الفرن بقى من قبلها كده كويس ومسحاه. وهو ما بياخدش سوا، يعني انت لو حابه تطلعي العيش ده طري يعني ما تغيبوش يعني زي كده، وممكن تشد على طول. يعني تحميره صغيره خالص كده وتحطي بقى في اكياس كده هيتن طري معاكي. انت بقى لو حابه ناشف، لان احنا بقى بناكل بيه بقى في الشتاء عدس وحاجات دي بنعمله فته منه وكلام من دوت، فبنحبه ناشف. والناشف ده بقى بيعيش معاكي مده طويله، ممكن بالشهر عادي. احنا طبعا هنا بنعمل في المكنه. هبدا ان انا افرده برضو شويه صغيرين كده، وهتبداي بقى تحطي في المكنه. يا رب يكون عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي واستفدتوا منه. لايك واشتراك للقناه في رعايه الله.